السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتعافى المرء بالرضا عن قضاء الله له، بس الرضا مش دايما بيجي بسهولة، خصوصا لما بنحس ان الدنيا مش ماشية زي ما احنا عايزين. بس النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كلام يطمن القلب. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يعني سواء جالك فرح أو جالك حزن أو وجع، سواء اتفتح ليك الباب أو اتقفل، سواء ارتحت واتيسرت أو اتعسرت، في الحالتين ربنا كاتب لك الخير. عارفة ان في لحظات بنبقى مش شايفين غير العتمة، وبننسى ان بعد الليل في فجر، وان بعد الضيق دايما بيجي في فرج وفرح، وبننسى ان بعد العسر يسر، بل معاه كمان ان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا. يعني مفيش عسر هيغلب يسرين، بس من كتر وجعنا مش بنقدر نشوفه. بس صدقني كله خير، بس نرضى وقتها بس قلبنا هيهدى، وكمان أرواحنا هتتعافى. رب الخير لا يأتي إلا بالخير، حتى لو اتأخر، حتى لو اتوجعنا، حتى لو ما فهمناش دلوقتي، بس أكيد خير وحكمة. أنا هنا في لحظة طمأنينة عشان أفكرك وأفكر نفسي. تعالوا نركن التعب على جنب ونطمن، لأن في إيد رحمن رحيم بينا. اللي جاي خير بإذن الله، واللي فات خلاص ما بقاش بتاعنا. لو الكلام ده طمن قلبك، ادعي لنفسك وادعي لي معاك. ولو الكلام ده شايف ان حد محتاج يسمعه وبيعدي بلحظات صعبة، ابعتهوله. وافتكر دايما ان المؤمن كسبان في كل حال، وعجبا لأمر المؤمن كله له خير. وصلي على اللي هيشفع لك، وشكرا ليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.